برشلونة ليس مجرد فريق كرة قدم الآن، إنه بركان يغلي. في الأسبوع الأخير حدثت 3 كوارث و3 معجزات غيرت مصير النادي للأبد. فليك طرد ليفاندوفسكي، صدمة مدوية تهز العالم. لكن الكارثة الأكبر، من هو النجم الذي تمرد على فليك؟ وما علاقة ريال مدريد بميسي المغرب؟ اربطوا الأحزمة، ما ستشاهدونه الآن لم يحكى عنه بعد في عام 2026. هذا البارسا مش عادي، ميسي وكلوب. أنت الآن في متحف الفنون المعاصرة في برشلونة. أنا برشلونة، أنا كبير كتالونيا، أنا عملاق إسبانيا، أنا رمز أوروبا، أنا اسم المونديال. في تمام 11:10 ليلا والهدوء يخيم على شوارع برشلونة، ضغط روبرت ليفاندوفسكي على شاشته الزرقاء. لم تكن مجرد صورة، ولم تكن كلمات وداع عادية، كانت القنبلة التي فجرت جدران الكامب نو. بعد 4 سنوات مليئة بالتحديات والعمل الجاد، حان الوقت للمضي قدما. أغادر وأنا أشعر بأن المهمة قد اكتملت. 4 مواسم، 3 ألقاب في الليغا. في تلك اللحظة بالذات حبست كتالونيا أنفاسها. سقط الهاتريك التاريخي، وتوقفت لغة الأرقام الصماء، وبدأت لغة الحرب النفسية. هل تخيل أحد أن ينتهي الفصل الأكثر روعة في مسيرة المهاجم الأسطوري ببوست على وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2026؟ المشهد خلف الكواليس كان أشبه بفيلم إثارة سياسي. لغة الجسد داخل المكاتب الفاخرة كانت تشع توترا. الرئيس خوان لابورتا، الذي طالما تفاخر بجلب القناص البولندي من قلاع بايرن ميونخ، ظهر بملامح متصلبة. العيون لم تكن تكذب، الابتسامات الدبلوماسية في حفل الوداع تخفي وراءها غضبا مكتوما وصراع كبرياء غير مسبوق. برشلونة، النادي الذي يئن تحت وطأة الديون، كان يعيش معركة كسر عظام خلف الأبواب المغلقة. ليفاندوفسكي لم يكن يتفاوض، كان يطالب بحقه كقائد حقق 3 ألقاب ليغا، وطالب بضمانات عقد لموسمين كاملين لتأمين مستقبله في كتالونيا. لكن رد الإدارة الكتالونية جاء كالصفعة على وجه الهداف التاريخي، عرض وصفه المقربون من اللاعب بأنه عرض إهانة. 1 سنة فقط. وليس هذا فحسب، بل اشترطت الإدارة تخفيضا كارثيا في راتبه الثابت مع ربط الباقي بمتغيرات الأداء المعقدة. كيف لنجم بوزن ليفا أن يقبل بتحويله إلى موظف طوارئ ينتظر تقييما شهريا؟ هنا وفي ذروة الصراع النفسي بين اللاعب والإدارة، انقشعت الغيوم عن مفاجأة من العيار الثقيل كانت تطبخ في الخفاء. أموال الشرق تقتحم المشهد لتقلب الطاولة على الجميع. الهلال السعودي، القوة الاقتصادية المرعبة في دوري روشن، يتدخل في اللحظة الحاسمة وبأوراق ضغط لا يمكن لأي عقل بشري أن يرفضها. حقيبة مالية ضخمة هبطت على طاولة ليفاندوفسكي، 90 مليون دولار صافية من الضرائب لمدة موسمين، راتب سنوي يبلغ 45 مليونا. وفي تلك اللحظة حسم كل شيء. ليفا الذي كان يفكر في الدوري الأمريكي حتى اللحظات الأخيرة، أدرك أن كبرياءه الذي جرح في برشلونة سيعاد بناؤه في الرياض بذهب لا يصدأ. حزم المهاجم المخضرم حقائبه، ملقيا بنظرته الأخيرة على المدينة التي أحبها، تاركا وراءه فراغا فنيا مرعبا. ولكن مهلا، هل كانت الإدارة تبكي فعلا على رحيله؟ الآن تسقط الأقنعة وتظهر الحقيقة العارية التي لا يريد النادي إعلانها بصوت مرتفع. رحيل ليفاندوفسكي رغم قسوته العاطفية على الجماهير كان بمثابة طوق النجاة والمؤامرة الاقتصادية المثالية التي خطط لها الخبراء الماليون في النادي. بمجرد خروج ليفا تحررت كتلة رواتب متحركة مرعبة بلغت 24 مليون يورو سنويا. خزائن الباريسا التي كانت تحتضر تنفست الصعداء فجأة. هذا المبلغ الضخم هو المفتاح السحري الذي سينقل برشلونة أخيرا إلى قاعدة 1-1 التاريخية قبل نهاية يونيو. نعم، النادي تخلص من هدافه ليشتري حريته في سوق الانتقالات. لقد ضحوا بالملك لتأمين رقعة الشطرنج. ولكن هل يدرك لابورتا حجم الكارثة الفنية التي خلفها هذا القرار؟ ومن هو المهاجم الانتحاري الذي سيمتلك الجرأة لارتداء قميص الرقم 9 بعد هذا الزلزال؟ الجميع في كتالونيا كان ينتظر مشهدا دراميا تملأه الدموع.
كان المتوقع أن يخرج المدرب الألماني هانز فليك في المؤتمر الصحفي عشية مواجهة ريال بيتيس ليرتدي ثوب الوفاء ويبكي علنا على رحيل هدافه التاريخي، الرجل الذي سحق معه أوروبا في بايرن ميونخ وصنع معه المجد السداسي المحفور في الذاكرة. ظنوا أنه سيقول خسرنا قطعة لا تعوض، لكن ما حدث في قاعة المؤتمرات لم يكن وداعا، بل كان تصفية حسابات علنية صدمت ملايين العشاق في عام 2026. تخيل المشهد، فليك يجلس بهدوء ألماني بارد، نظراته حادة وجسده ثابت لا يهتز، وفجأة يلقى السؤال الحارق الذي حبس الأنفاس في القاعة: هل كنت تتمنى استمرار ليفاندوفسكي لسنة أخرى؟ هنا لم يتردد فليك ولو لثانية واحدة، لم يحاول تجميل الكلمات أو الهروب بإجابة دبلوماسية، نظر مباشرة إلى عدسات الكاميرا وجاءت إجابته كطلقة رصاص اخترقت جدار الصمت: لا، لقد اتخذ القرار بالفعل. الكلمة سقطت كالمقصلة. لا، كلمة واحدة من حرفين أطاحت ب4 مواسم من العطاء وبكل الذكريات المشتركة. لغة جسد فليك كانت صارمة لدرجة مرعبة، لم يظهر عليه أي ندم، بل كان يعلن بوضوح أن العاطفة ماتت في الكامب نو، وأن زمن المجاملات قد انتهى إلى غير رجعة. هل هي خيانة للصداقة القديمة، أم أنه الواقع الاحترافي المرير الذي يفرضه فليك بيد من حديد؟ المدرب الألماني لم يتراجع خطوة واحدة إلى الخلف بعد صدمته الأولى، بل واصل الهجوم وكأنه يقود معركة تكتيكية. أكد علنا أن رحيل ليفاندوفسكي ليس كارثة، بل هو الخطوة المثالية لإعادة هيكلة الفريق بالكامل. فليك أرسل رسالة مشفرة ومرعبة لغرفة الملابس: النادي يقوم الآن بعملية تطهير والتخلص من الأوزان الزائدة والرواتب المنهكة التي كانت تكبل طموح البارسا. كيف يمكن لهداف الليغا أن يتحول في نظر مدربه السابق إلى مجرد عبء يجب التخلص منه فورا؟ خلف الكواليس يكمن السر الحقيقي وراء هذا الانقلاب المفاجئ. هانز فليك لا يبني فريقا لكرة القدم، إنه يبني آلة حربية مبرمجة على الضغط العالي الخانق. فلسفة الرجل واضحة وصارمة: إذا تدربت بنسبة 60% أو 70% فلن تقدم أفضل ما لديك أثناء المباريات. والبولندي المخضرم رغم احترافيته الشديدة واعتنائه بجسده لم يعد قادرا في سن 37 على مجاراة هذا الإيقاع الانتحاري. فليك يبحث عن دماء جديدة، عن وحوش كاسرة تركض بنسبة 100% في كل ثانية من الحصة التدريبية. إنه يعيد إلى الأذهان صراعات برشلونة التاريخية، عندما كان النادي يضحي بأساطيره الكبار من أجل الحفاظ على هوية الفريق واستمرار الهيمنة. ليفا دخل التاريخ من أوسع أبوابه، لكن قطار فليك السريع لا ينتظر من يقف في محطة العمر. المدمر البولندي حزم حقائبه ورحل رسميا، تاركا خلفه إرثا مرعبا وفراغا قاتلا في خط الهجوم. فليك يراهن الآن بمسيرته وسمعته على هذا القرار الانتحاري، فإما أن تثبت الأيام جدارته وثورته، أو يلتهمه ندم الجماهير. ولكن من هو المهاجم الشاب والمجنون الذي يمتلك القدرة البدنية والفنية لتلبية طلبات فليك الحربية وتحمل ضغط تعويض ليفاندوفسكي في بركان الكامب نو؟ بينما كان روبرت ليفاندوفسكي يضغط على زر الإرسال ليكتب السطر الأخير في روايته الكتالونية، كانت الطائرة الخاصة للمدير الرياضي ديكو تحط رحالها وسط ضباب العاصمة البريطانية لندن. لم يكن هناك وقت للدموع أو العواطف، فالعرش الهجومي لبرشلونة أصبح شاغرا، والفراغ الذي تركه البولندي قد يبتلع النادي بأكمله إن لم يسد سريعا في عام 2026. في زاوية معتمة من أحد فنادق لندن الفاخرة جرى اجتماع سري حبس أنفاس الصحافة الإسبانية والإنجليزية. على الطاولة وضع اسم واحد فقط: البرازيلي جواو بيدرو، قناص تشيلسي ذو 24 عاما. وحش كاسر بمواصفات حربية، سجل 20 هدفا وصنع 9 هذا الموسم، ويمتلك ميزة يفتقدها الكثيرون: لا يمتلك أنا متضخمة، ومستعد للتضحية والركض لفتح المساحات وتقديم التمريرات الذهبية للأمين يامال. اللاعب البرازيلي أبدأ انفتحه الشديد لارتداء قميص البلوغرانا، ولغة جسد وكلاء أعماله أكدت أن الرغبة جامحة. ولكن هل الأمور بهذه السهولة في زمن الإفلاس الكتالوني؟
لعنة ريال مدريد وسيف ألونسو المسلط على رقبة أسد لندن هنا تصطدم الأحلام بجدار الواقع الاقتصادي المرير. تشيلسي ليس جمعية خيرية، فقد تعاقد مع بيدرو قادما من برايتون مقابل 65 مليون يورو، وقيمته السوقية اليوم قفزت إلى 75 مليونا، بينما برشلونة لا يملك ترف دفع هذه المبالغ كاشفا. فكيف يخطط ديكو لترويض أسد لندن؟ اللعبة أصبحت معقدة للغاية، وهنا تتدخل لعنة ريال مدريد بشكل غير متوقع لتخدم مصالح البارسا. المدرب الإسباني تشابي ألونسو يقترب بخطى ثابتة من تولي القيادة الفنية لتشيلسي. ألونسو يحمل معه عقيدة صارمة استلهمها من أيامه في سانتياغو برنابيو: لا مكان للاعب لا يمتلك الرغبة المطلقة في الدفاع عن القميص. إذا اعتبر ألونسو أن رغبة بيدرو في الرحيل لبرشلونة هي خيانة لمشروعه، فسوف يفتح له الباب فورا للتخلص منه. أما إذا تمسك به كعنصر أساسي فإن آمال ديكو ستتحول إلى رماد. فهل تبتسم لعنة مدريد لبرشلونة هذه المرة، أم أن الأزمة المالية ستخنق الصفقة في مهدها؟ غضب فليك. صراع الأجنحة العنيف وتجميد صفقة باستوني. وفي اللحظة التي اعتقد فيها ديكو أنه يمسك بخيوط اللعبة، انفجر البركان داخل المكاتب الفنية للبارسا. المواجهة المباشرة والصدام العنيف بين المدير الرياضي والمدرب هانز فليك خرج إلى العلن. ديكو كان قد بذل مجهودا خارقا وأنهى كل شيء مع المدافع الإيطالي أليساندرو باستوني نجم إنتر ميلان. الخطوط العريضة كتبت، والاتفاق جرى على عقد يمتد ل5 مواسم، وكان إنتر ينتظر العرض الرسمي البالغ 60 مليون يورو هذا الأسبوع لتحديد ملامح ميركاتو نيراتيزوري. لكن هانز فليك دخل الاجتماع ببرود ألماني مرعب، ونظر إلى الأوراق ثم قالها دون تردد: لا أريد باستوني، جمدوا الصفقة فورا. الصدمة كانت زلزالا هز أركان النادي. فليك يمتلك شكوكا تكتيكية وفنية قاتلة حول قدرة باستوني على التكيف مع أسلوب الدفاع المتقدم والضغط الانتحاري الذي ينوي تطبيقه. فليك صرخ في وجه ديكو قائلا: لن أدفع يورو واحدا في الدفاع قبل أن أضمن المهاجم الجديد. هذا القرار تسبب في حالة غضب عارم داخل إدارة إنتر ميلان التي فقدت صبرها وبدأت تشعر أن برشلونة يتلاعب بها وبمستقبل فريقها. فليك يريد جواو بيدرو أولا، ثم رؤية ما ستبقى من فتاة الميزانية لدعم الخط الخلفي عبر إدراج لاعبين في الصفقة لتقليل التكلفة. صراع الصلاحيات بدأ مبكرا. الزلزال لم يتوقف عند مكاتب الصفقات الجديدة، بل امتد ليدمر السلام الهش داخل غرفة ملابس اللاعبين. وقبل المباراة التاريخية ضد ريال بيتيس تلقى فليك ضربة غادرة من الداخل. فرينكي دي يونغ يتوجه إلى المدرب ملقيا بقنبلة جديدة: أنا لا أشعر بالراحة ولن ألعب غدا. الكلمات سقطت كالصاعقة لتبدأ التساؤلات الحارقة: هل هي إصابة حقيقية أم أنه تمرد صامت مبرمج للضغط على الإدارة بسبب مستحقاته المالية المؤجلة؟ وفي زاوية أخرى من الغرفة يعيش المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن صراعا نفسيا وعاطفيا مأساويا. اللاعب يمتلك عروضا تسيل اللعاب من عمالقة البريمير ليج، لكن الرئيس خوان لابورتا حاول اللعب على وتر الوفاء وقدم له عرضا للتجديد التزاما بوعده القديم عندما خضع اللاعب للجراحة وغاب لنصف الموسم. ولكن الوفاء في عالم لابورتا له ثمن باهظ وقاسم للظهر. عرض التجديد يشترط تخفيض راتب كريستنسن إلى النصف تماما 50%. فليك صرح بأن الخطة هي منح الدنماركي دقائق ضد بيتيس، لكن الجميع يعلم أن هذه الدقائق قد تكون رقصة الموت الأخيرة لكريستنسن على العشب المقدس للكامب نو. هل يقبل اللاعب بالإهانة المالية ويسحق كبرياءه من أجل عيون كتالونيا، أم يختار أموال إنجلترا ويرحل مجانا مسببا طعنة قاتلة لمشروع فليك الدفاعي؟ بينما يغرق برشلونة في أزماته المالية وحروبه الداخلية، كانت هناك أعين سرية تعمل في الخفاء بعيدا عن الأضواء، وتحديدا في الملاعب المغربية التي تحتضن بطولة كأس إفريقيا تحت 17 عاما. هناك يدور صراع كلاسيكو خفي ومشتعل بين كشافة برشلونة وريال مدريد، والهدف
صبي لم يتجاوز 16 من عمره، يدعى إبراهيم ريباج، ويلقبونه في الأكاديميات الإنجليزية بميسي المغرب. ريباج الذي ينشط في الفئات السنية لنادي تشيلسي تحول في الأيام الأخيرة إلى ظاهرة مرعبة. لاعب خيالي يمتلك سرعة تنفيذ خارقة وقدرة تدميرية على التسجيل والتمرير في المساحات الضيقة. تذكر الجميع ببدايات البرغوث الأرجنتيني. كشافة البارسا يتواجدون في المدرجات يدونون كل حركة، والتقارير ترفع مباشرة إلى ديكو. يجب خطفه في يناير 2027 فور بلوغه 18 عاما وانفصاله عن تشيلسي، لكن الخطر الأكبر يكمن في المقاعد المجاورة. كشافة فلورنتينو بيريز متواجدون أيضا، ويحملون شيكات مفتوحة لإعادة سيناريو خطف المواهب. هل ينجح برشلونة في تكرار معجزة لامين يامال وصناعة نسخة جديدة من ميسي، أم أن أموال ريال مدريد ستخطف الجوهرة المغربية وتترك كتالونيا تتحسر على ضياع المستقبل؟ لكن وسط هذا الظلام الدامس، ووسط طعنات الخيانة والتمرد والإفلاس، انبعث نور المجد من مكان لم يتوقعه أحد. هناك في الميدان حيث عجز الرجال صنعت النساء المعجزة. بينما خرج فريق الرجال خالي الوفاض من كأس الملك وفشلوا حتى في الاقتراب من حلم الثلاثية، كانت سيدات برشلونة يكتبن التاريخ بأحرف من ذهب خالص. بالأمس فقط سحقت سيدات الباريسا فريق أتلتيكو مدريد بثلاثية مدوية 3-1 ليرفعن كأس الملكة عاليا في السماء ويحسمن الثنائية المحلية التاريخية بعد السيطرة المطلقة على الدوري الإسباني. ولكن هذا ليس نهاية المطاف، فالقادم هو حرب قارية ستحبس أنفاس العالم. السبت المقبل تتجه السيدات إلى المعركة الأعظم، نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليون الفرنسي. ليون ليس مجرد منافس، إنه العقدة الأزلية والفريق الأكثر تتويجا باللقب، والذي طالما شكل الكابوس الأكبر لبرشلونة. إذا نجحت السيدات في حسم هذا الصدام الخرافي فسيحققن الثلاثية التاريخية الكاملة، الإنجاز الإعجازي الذي عجز عنه رجال النادي منذ حقبة لويس إنريكي عام 2015. هن اليوم الوجه الحقيقي لكبرياء كتالونيا، والنسخة الأكثر اكتمالا وقوة في تاريخ النادي، والدرع الذي يحمي هيبة الشعار من الانهيار الكامل. إنها اللحظة المصيرية التي ستقلب الموازين. فهل تكون معجزة السيدات الأوروبية هي الشرارة التي تشعل ثورة التصحيح وتعيد للرجال هيبتهم المفقودة، أم أن النادي يتجه بسرعة قطار مجنون نحو الارتطام بحائط الانهيار الشامل في عام 2026؟ إنه أسبوع الحسم، أسبوع تتداخل فيه دموع الوداع بنيران الثورة الجديدة. شاركونا في التعليقات، هل تؤيدون قرار فيليك الشجاع بطرد ليفاندوفسكي وتجميد صفقة باستوني؟ وهل ترون في البرازيلي جواو بيدرو البديل المناسب لقيادة هجوم البلوغرانا؟ وما هو توقعكم لمستقبل كريستنسن، البقاء بنصف الراتب أم الرحيل؟ نريد آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك لتظلوا في قلب المعركة الكتالونية.